المحطتين دول كانوا معمولين ان هم يبقوا بطاقة اجمالية مع بعض 55,000 متر مكعب في اليوم، عشان يخدموا المنطقة السكنية اللي كانت موجودة في هذه التواريخ، سواء سنة 90 وسنة 2000 لما اتنفذت المرحلة الثانية. ابتدت تشتغل بعد كده هذه المحطات، لكن طبعا المشكلة اللي يعني لازم نقولها وبمنتهى الشفافية، مع طبعا النمو العمراني، واكيد حضرتك لاحظنا واحنا جايين حجم النمو الغير مخطط اللي اتعمل في المنطقة المحيطة، ابتدت كل الوحدات السكنية اللي اتبنت في هذه المنطقة ابتدت تعمل هي لنفسها زي نوع من الشبكات، وابتدت بترميها على المواسير وبتعمل وصلات على المواسير، وكلها بتنزل على المحطة دي. بالاضافة لكده حضرتك كان كمان في وقت من الاوقات قبل تطوير مصنع كيما نفسه كان بيخرج الصرف الصناعي بتاعه وبينزل على المحطة كمان، فده طبعا ادى الى تدمير كامل للمحطتين. ويمكن انا هوري حضراتكم صور هنا قبل وبعد عشان نعرف الموقف كان ايه. الحقيقه الكلام ده يعني ظهرت بوضوح على نهايه 2013 بدايه 2014. بناء على هذا الكلام مجلس الوزراء وافق على عمليه اولا نعيد تاهيل المحطتين بالكامل ونزود طاقتهم من 55 ل 75,000 عشان يستوعبوا الزياده الكبيره اللي كانت موجوده. بدأنا اعمال التصميمات، وكان لازم عشان نقدر ان احنا يعني نشتغل كان لازم نفضي كل الاحواض اللي حضراتكم هنطلع نشوف حوض منها بعد ما نطور بقى عامل ازاي. الاحواض دي احنا للاسف لما نشوف كان في 2014 يا فندم كان شكل عامل ازاي، كانت الاحواض متجمده، البقايا متجمده متهالكه تماما، كل المعدات تقريبا يعني ما كانش فيه يعني حاجه تقريبا شبه شغاله. ابتدينا نشتغل فعليا من بدايه 2015 في كيما واحد يا فندم وكيما 2 بالتوازي. كيما واحد يا فندم بدأناها رفعنا كفاءتها، كانت هي عبارة عن 20,000 زودناها إلى 30,000 في التجديد، ودي أنهيناها بالكامل يا فندم على نهاية 2015.